صباح الخير. مين فينا مش بيعشق البرجر؟ برجر الفراخ اللي هنعمله مع بعض النهاردة انا مسمياه البرجر الطيب، لانه اغلب مكوناته من البيت وسهل وبسيط ومش محتاج اي تعقيد، وطعمه خطير احلى من الجاهز بمراحل. علشان نعمل برجر الفراخ هنحتاج يا اما ميكسر يا اما مفرمة لحمة، المتوفر عندكم استخدموه. حطيت في الميكسر كيلو من صدور الفراخ الكاملة، غسلته كويس وصفيته وقطعته مكعبات علشان يسهل على الميكسر عملية الفرم، وحطيت عليهم من تمن لربع كيلو من الدهن البقري واخلطهم مع بعض، يعني فرمتين كده مش كتير علشان حاجتين بيأثروا في قوام البرجر بتاع النهاردة. الدهن بيخلي ليه طعم وقوام احلى بكتير من ان احنا نشيل الدهن من الوصفة، والحاجة التانية ان احنا لو فرمناه زيادة عن اللزوم بتطلع في الاخر برجر كده ناعمة وملهاش طعم، يعني فرمتين بس ونضيف عليها بقية المكونات. بطلعهم من الميكسر، حطيتهم في بولة وحطيت عليهم بصلاية متوسطة مبشورة ناعم، فصين من الثوم المفروم ناعم، شوية من ورق البقدونس حبة صغيرين فرمتهم ناعم، 4 معالق كبار من المايونيز، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، تلت كوباية من البقسماط الناعم اللي احنا بنستخدمه في البوفتيك والبانيه. وبعد كده بروح خلطة كل المكونات دي بالسباتولا لحد ما يتجانسوا مع بعض، وبكده يكون خليط البرجر بتاعي جاهز. تعالوا بقى نشكل مع بعض البرجر. طبعا لو عندنا المكبس بتاع البرجر هيسهل علينا، ما عندناش هقول لكم على طريقة بديلة ليه وبسيطة ومتوفرة ان شاء الله في كل البيوت. اول حاجة بندهن ايدينا بمسحة من الزيت، علشان لو ما عملناش الخطوة دي عجينة البرجر هتمسك في ايدينا وتلزق. بقسم العجينة بتاعة البرجر من 10 ل 12 كورة، انا عملتها النهاردة على 10 كور، وبتطلع معانا القطعة كده جميلة، السمك بتاعها لا رفيعة قوي ولا سميكة قوي. هنا جبت غطا برطمان بيكون عريض شوية وليه شوية سمك كده، بحيث ان هو يديني نفس الشيب بتاع قطعة البرجر، وحطيت عليه كيس تلاجة واي كيس نظيف عندكم بتقصوه وتحطوه على غطاء البرطمان. وبعد كده بجيب قطعة البرجر بضغطها فيه وبشيلها من الكيسة بكل سهولة من غطاء البرطمان، بتطلع معايا بالسمك والشكل الجميل ده. بحطها على اي صينية او صاج تحتيها كيس، وبعد كده بدخلها التلاجة علشان تتماسك معايا لمدة ساعة. وبعد كده بحطها في جريل او طاسة وفيها شوية زيت. اول ما الطاسة تسخن بنزل عليها القطع بتاعة البرجر على نار هادية خالص، بتتم التسوية علشان زي ما بتاخد لون جميل من بره تكون مستوية من جوه. وبعد كده بعد ما بتاخد تسوية من بره واللون الجميل ده بقلبها على الوش التاني، يبقى احنا بنسويها على نار هادية مش عالية. تمام. طب انا لو مش عايزة اعملهم كلهم النهاردة وعايزة افرص شوية منهم، بخليها تتماسك كده ساعة في الفريزر، وبعد كده ما بين كل قطعة وقطعة بحط كيس تلاجة وبفصلهم بيها علشان لما اجي اطلع اي قطعة ما تكونش ماسكة في التانية، واحطها في علبة تلاجة، ولما احتاجها بطلعها برضو من الفريزر على طول على التسوية، ما سيبهاش تفك. الصوص كمان بتاع البرجر طيب زيه، فهنحتاج ممكن بس كاتشب سبايسي او كاتشب عادي على الساندوتش، او ممكن نحط شوية خليط من المايونيز حبة صغيرين على شوية من الكاتشب ونخلطهم مع بعض. حاجة في منتهى البساطة وبتدي طعم خطير في الاخر، مش لازم كل حاجة نبقى عاملينها خطوات كتير. العيش ممكن نحط عليه الصوص على طول، وممكن بنحط شوية زيت بسيطة خالص في الجريل بروح محمصاه عليه كده ياخد شوية تحميصة كده، وبعد كده بروح مستخدمه بحط عليه شوية من الصوص، طبقة من البرجر، طبقة من الكابوتشي او اي نوع من الخس، واروح حط عليه شريحة من الطماطم، شوية كده حلقات من البصل، وبروح حاطه برضو الوش بتاع العيش يكون متحمص وفيه شويه من الصوص، وبألف هنا وشفا. هو اصلا بيتشوي على النار طعمه خطير يا جماعه، احلى من الجاهز مليون مره والله. انا حسبت كمان التكلفه بتاعه الساندوتش الواحد ممكن تدخل في 35 جنيه، انتوا متخيلين؟ يعني اكيد مش بنشتري بالاسعار دي خالص من بره ولا بنفس الكواليتي. وكمان في انواع تانية من البرجر كنت عاملاها على القناه، كان في بيج ماك وكمان زنجر برجر، هحط لكم اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن بوكس. وكمان كان في وصفة عيش البرجر لو حابين تعملوه في البيت. في النهاية اتمنى من كل قلبي ان الوصفة تكون عجبتكم. كنت معاكم نسمة الخياط، استنوني فيديو جديد من وصفاتي، وما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك وشير. باي باي.